مفاجأة، الأهلي بيستعيد 9 لاعبين بينهم أجنبي وآخر خارج الخدمة. بيستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر 9 من لاعبيه الدوليين خلال الأيام المقبلة، استعدادا للمرحلة المقبلة التي يخوض فيها النادي الأهلي مباريات مهمة على المستويين المحلي والأفريقي، بينهم أجنبي وآخر خارج الخدمة. ويستعيد المارد الأحمر 8 لاعبين كانوا مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، وهم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود كهربا. كما يستعد الجهاز الفني للأهلي التونسي علي معلول بعد خروج منتخب بلاده من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وينتظر أن يشارك 8 لاعبين من الأهلي الدوليين في التدريبات خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الراحة السلبية التي سيحصلون عليها من الجهاز الفني استعدادا للمرحلة المقبلة. وسيعود محمد الشناوي إلى النادي الأهلي، لكن لن يشارك في التدريبات بسبب الجراحة التي خضع لها في الفترة الماضية مع منتخب مصر بعد إصابته في مباراة كاب فيردي بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم. وطبعا منتخب مصر كان ودع البطولة بالخروج من دور 16 أمام الكونغو الديمقراطية بالخسارة 8-7 بركلات الترجيح.